بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا شباب، كما تعلمون أن الدعاء هو عبادة عظيمة جدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مخ العبادة، وهو الصلة المباشرة بين العبد وربه، وهو الصلة التي تشعر المرء بحب الله وبقرب الله عز وجل. والكلام عن الدعاء كثير لا يحصيه هذا الفيديو، ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب الدعاء، ومنها رفع اليدين والتضرع إلى الله عز وجل. لكن في زماننا الحالي بنشوف كتير أول ما الواحد يخلص دعائه يقوم ماسح وجهه أو وشه بإيده، وكأنه بيدهن وشه بالبركة اللي نزلت مثلا في ايده. وهنا بيجي التحدي بقى اللي انا اتحداه لاي حد يقدر يجيب لي حديث صريح او حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح وجهه بايديه بعد الدعاء، او انه امر بكده كجزء من هيئة الدعاء المستحبة مثلا. للأمانة في أحاديث ضعيفة جدا، مش ضعيفة بس، لا ضعيفة جدا، ده درجة من درجات الضعف، ضعيفة جدا ذكرت هذا بشيء، لكنها لا تثبت أمام النقد الحديثي عند العلماء. أكثر العلماء قالوا إنها لا تثبت، والسنة الثابتة هي رفع اليدين. والسنة كما قال العلماء أن الأفضل في الأحاديث أن وضع الأحاديث الصحيحة فوق الأحاديث الضعيفة. بالمعنى نأخذ بالأحاديث الصحيحة إن كانت وقفت أمام أو بجانب أحاديث ضعيفة. السنة الثابتة هي رفع اليدين وبس، رفع اليدين فقط. والعبادات يا جماعة توقيفية، لازم نفهم ده. العبادات توقيفية يعني بنقف مكان ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لو كان مسح الوش فيه خير لفعله النبي وعلمه أصحابه. تعظيمنا للدعاء يا جماعة بيكون باتباع سنة النبي فيه، مش باختراع حركات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فبالله عليكم خلوا عبادتنا صافية واتبعنا كامل للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.